نفسي يبقى معايا، ارجوك يا ست الرئيس، نفسي يعيد معايا، نفسي اخده في حضني، نفسي يا ست الرئيس، ارجوك وحياة اولادك تتدخل في الموضوع ده، واطلب من اي رئيس في الدوله واي واحد مسؤول في الدوله يتدخل يجيب لي ابني. انا نفسي يعيد معايا. واشكر الدكتور نجيب، ارجوه اشكره لان هو بصراحه تعب معانا، اشكره واشكر كل اللي اتدخل في موضوع شنوده. انا لو كنت خلفت طفل من البطن ما كانش هيبقى زي شنوده، لان شنوده ده كان حته مني، كان قلبي كله، كان كل حاجه ليا في الدنيا دي. بطلب من ربنا يتحنن عليه ويجيبهولي، بقول يا رب نفسي يا رب تجيب لي شنوده، ما تحرمش طفل من امه ولا ابوه يا رب، ما تحرمش طفل من امه وابوه يا رب. وبطلب من ربنا يسامح كل اللي عمل فيا كده وفي ابني، يا ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. حاولت اروح التضامن اللي هي الوزاره اللي في العجوزه كذا مره نروح عشان ناخد جواب نزور الواد، محدش يرضى يسال فينا، كذا مره اروح. ومعايا كمان عملت ورق تكافل اتكفل بيه وكده، قالوا لنا لا ممنوع. عملت الورق كله، قالوا فيه شو تشبيه وقطع عائلي وكل حاجه عملت كل حاجه، والورق جاهز على التسليم. كل ما اروح يقولوا لي لا ما ينفعش. واخر مره اتصلت بيها، ابوس ايديك اسمع صوته، طيب اسمع صوته، كان اوقات في رمضان الساعه 4:30. قالت لي طب ماشي هخليكي تسمع صوته بس صوتك ما يطلعش. قلت لها حاضر. قالت لي خليكي معايا على التليفون. صبرت على التليفون لغايه ما ندهت الواد، فندهت له بتقول له تعالى يا يوسف تعالى. يوسف اسمه الجديد ده؟ هو اسمه شنوده. ده اول مره ما خدوه مني الواد طلع فوق يقول لهم ايه، طلع يقول للعيال بيسالوه بيقولوا له اسمك ايه، طلع مع الست اللي كانت واخداه معاها فوق، فبيقولوا له اسمك ايه، راح قال لهم اسم الدكتور شنوده فاروق فوزي بولس غبريال، اكبر جراح في مصر العالمي. فنزلت بقى تتريق بقى، بيقول لهم اسم الدكتور شنوده، بتتريق يعني على الاسم. بعد كده طبعا لما سمعتني صوته وكده فبتقول له ايه تعالى يا يوسف. انا ما رضيتش اتكلم بقى عشان قالت لي ما تتكلميش عشان ما يسمعش صوته. فالواد فين وفين يا نطق، قال لها ايوه. راحت قالت له تعالى انت صايم؟ الواد فين وفين يا نطق عليها، قال لها قالت له امال انت شربت ليه ميه؟ قال لها كنت عطشان، كان صيام رمضان الساعه 4:30. قال لها قالت له امال انت صايم شربت ليه ميه؟ قال لها كنت عطشان. يعني ترضيها على ابنك الساعه 4:30 ما يشربش نقطه ميه؟ هيجي ازاي يرضى من طفل يقعد لغايه الساعه 4:30 يبقى صايم ما ياكلش؟ لو ابنك مش هتصومي الصيام ده، عندكم العيل لغايه سن 12 سنه او 13 سنه لما يصوم، ازاي تصومي طفل زي ده؟ تحرميه من لقمه ياكلها ولا بقه ما يشرب ازاي؟ جيت بعد كده اتصل بيهم محدش راضي يسال فيا. اخر مره اتصلت هنا راحت قالت لي معلش يا ماما ما ينفعش يا ماما معلش. كانت قدام الدكتور نجيب. قالت لي لا ما ينفعش يا ماما خلاص ما ينفعش. ما رضيتش تخليني اسمع صوته. مكالمه مسجله بتاعت صوم رمضان دي مسجله، الكلمه دي مكالمه على فكره. وكل شويه اروح التضامن ولا حد راضي يسال فيا ولا حد يقول لي مثلا اعمل لك اي حاجه ولا زياره ولا اي، اشوفه من بعيد، اشوفه حتى من بعيد. واخر مره رحنا احنا والمنظمه كلها والدكتور نجيب، ورحنا قبلها دار كمان، دار الامل. دخلنا والعيال خدوا لعبوا وصوروا معاهم وكلموهم وكل حاجه، والناس رحبوا بينا قالوا تعالوا كل شهر زورونا. رحتوا في عيد الطفوله؟ رحنا نفس اليوم، رحنا قبليهم في نفس اليوم. المنظمه كلها كانت معانا والدكتور نجيب الله يبارك له، خدوا لعب وكل حاجه
ودخلنا وقعدوا مع العيال، والعيال فرحت بيهم وعطوهم لعب وكل حاجه. دي في مؤسسه ثانيه غير لا تبعهم برضه، تبعهم نفس المنطقه، في نفس المنطقه، بس مش اللي فيها طفل لا بعديها رحنا على طول في نفس الوقت رحنا. حتى الدكتور قال لي اقعدي انت في العربيه عشان ما يشوفوكيش. دخلوا عشان يشوفوا شنوده او يدوا العيال كلهم لعب ويقعدوا معاه. قالوا له ان في مدارس وفي حضانه. مدارس ايه وحضانه ايه وانا قاعده في العربيه وسامعه صوت العيال فوق؟ رفضوا ان هم يشوفوا. رفضوا ان اي عيل يطلع لهم. يعني لو طلعوا عيال، طبعا شنوده قاعد، ازاي يطلعوا عيال؟ ما يطلعوش حد خالص، وخدوا منهم اللعب وكل حاجه وخلص على كده. وانت من وقتها لا تعرفي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. معايا ارقام التليفونات عطاهاني كده استبني وخلاص، ولا اي حاجه. وربنا يتمجد. بطلب سياده الرئيس حتى يتحنن عليا، ارجوك يا سياده الرئيس، وحياه اولادك نفسي عيد معايا. ارجوك اي مسؤول في الدوله يتدخل. يعني بصوا لاطفالكم، يعني اطفالكم قاعدين معاهم، يعني بصوا العيل بيقول يا ماما، يعني ليه ازاي انا اتحرم من ابني؟ نفسي. واشكر الاستاذ كرم، واشكر استاذ احمد عبد الماهر، اشكرهم لان هم بصراحه تعبوا، والدكتور نجيب تعب. اشكرهم كلهم، اشكرهم اللي هم بصراحه بيجروا ويجيبوا لي ابني. نفسي يجي، نفسي يعيد معايا. ارجوك يا سياده الرئيس تتدخل في الموضوع ده. واشكر كل مسؤول في الدوله اللي اتدخل في موضوع شنوده. واشكركم كلكم. بتفتكر شنوده والايام ده احنا ما بننامش الليل ولا نهار ولا اي وقت على طول، اي وقت، ولا عارفين ناكل ولا نشرب. اي وقت دموع على طول. ده جوزي ما بياخدش العلاج من ساعه ما الوقت اتدخل، ما بياخدش علاج خالص، وعنده السكر. ما بياخدش العلاج. اقول له خد العلاج، يقول لي لا، يجي شنوده واخد العلاج. ليل ونهار عياط في البيت. يمكن احنا سيبنا المكان والسكان عندنا بيسمعوا عياطه ليل ونهار. يعني بيقوم في الفجر يقوم يقعد يعيط ليل ونهار، عياط على طول عليه. لان ده بصراحه ما كانش زي اي طفل، كان حنين وكان بيفهم كل حاجه. الواد كان حاجه كبيره بصراحه، كان حاجه كبيره. ابوه ما كانش يعرف يصلي، كان يقومه من النوم يقول له قوم يا بابا صلي، قوم يا بابا صلي. الواد كان حافظ، كان عاوز يبقى دكتور، امنيه حياته يبقى دكتور. كان اي حد يساله يقول له اسمك ايه؟ يقول له الدكتور شنوده فاروق فوزي بولس غبريال، اكبر جراح في مصر العالمي. وكان يقول اي حد غلبان معهوش فلوس اكشف له واديله علاج واديله فلوس. كان يعني هو كده من غير اي حد يقول له الكلام ده، مع نفسه كده. امنيتك ان يعيد معاك العيد ده؟ امنيتي يجي يعيد معايا العيد ده، امنيتي اخده في حضني ويعيد معايا. نفسي يعيد معايا زي اي ام بتاخد ابنها وتخرج بيه. ده انا كنت بوديه الحضانه وكنت بوديه نادي كاراتيه. يعني كان الواد بصراحه ما فيش طفل شفته زيه بصراحه ربنا. لان الواد كان كل حاجه يفهمها. لو عملت له اي حاجه يقول لي شكرا يا ماما تعبتك. لو دخلته الحمام اشطفه يقول لي شكرا يا ماما انا تعبتك يا ماما. الواد يعني كان حاجه غير اي طفل.